مكتب فاس تعيش جماعة صفر على وقع ارتباك إداري غير مسبوق بسبب الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي الخاضع لمذكرة بحث وطنية إثر متابعته في قضية إصدار شيكة بدون رصيد. هذا الوضع، تقول جمعية حماية المستهلك بإقليم صفر، أدخل الجماعة في حالة شلل شبه تام انعكست مباشرة على مصالح الساكنة. وفي بيان لها تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أوضحت الجمعية أن غياب الرئيس تزامن مع فترة تعرف توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، التي اصطدمت بصعوبات كبيرة في إنجاز معاملاتها الإدارية، الأمر الذي زاد من حالة الاستياء والاحتقان. كما حذرت الجمعية من أن استمرار الوضع أدى إلى تعطيل مشاريع أساسية وتأجيل مناقشة نقاط محورية خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، من بينها ملفات الدعم الموجه للجمعيات والمبادرات التنموية، وهو ما عمق حالة البلوكج التي ترهن مسار التنمية بالمدينة. وحملت الهيئة المدنية رئيس الجماعة المسؤولية السياسية والأخلاقية، داعية إياه إلى تقديم استقالة فورية حفاظا على مصلحة المدينة وكرامة ساكنتها. كما ناشدت السلطات الوصية تدخل عاجل لتفعيل المساطر القانونية الكفيلة بإعادة السير العادي للمجلس وإنقاذ ما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية. وختمت الجمعية بيانها بدعوة الساكنة والفعاليات المدنية إلى التعبئة والانخراط في أشكال نضالية سلمية، مؤكدة أن صفر بتاريخها ورصيدها الحضاري أكبر من أن تبقى رهينة غياب شخص واحد.